الساعة 2 أو 3 الفجر، الدنيا بره هس هس تماما، وانت نايم في سريرك بتستريح بعد يوم طحن طويل وعنيف ما بين العيادة ونبطشيات المستشفى، وتليفونك مقفول أو على وضع الصامت، وجهازك العصبي أخيرا حابب إن هو ياخد الهدنة بتاعته اللي بيتمناها من الصبح. في نفس اللحظة دي بالظبط، وعلى الناحية التانية من المدينة، في أب قاعد قلقان جدا على ابنه اللي مرة واحدة سخن فجأة، أو شاب ظهره قايم عليه ومش عارف ينام من كتر الوجع، ماسك موبايله في الضلمه وعينه حمرا من التعب، وقاعد بيدور على دكتور شاطر يحلل لي المشكله دي باسرع وقت ممكن. السيناريو الطبيعي والممل بتاع زمان كان ايه؟ المريض ده هيفضل مستني ومتحمل الوجع لحد الساعه 10 او 11 الصبح عشان يبدا يتصل بالعياده، ويمكن ينسى وسط الزحمه بتاعت اليوم بتاعه، ويمكن لما يتصل يلاقي الخط مشغول لان في 50 واحد غيره بيتصل في نفس الدقيقه، او ترد عليه السكرتيره بالنبره بصوت المجهد ده وتقول له لا والله يا فندم النهارده الجدول كله محجوز، تمام هشوف لحضرتك ميعاد الاسبوع اللي جاي. النتيجه هنا ان المريض ده ببساطه هيقفل التليفون بتاعه ويدخل يدور على دكتور تاني عيادته تكون متاحه فيها الحجز بشكل فوري، وانت خسرت المريض المحتمل اللي ممكن يجيلك ومستعد يجيلك دلوقتي، وخسرته للابد. وده مش لانك دكتور وحش او مهارتك قليله لا سمح الله، بل لان بوابتك كانت مقفولة في اللحظة اللي العميل بتاعك وجعه زاد عليه وكان محتاجك، وكانت نيته للحجز والدفع في الوقت ده في أعلى مستوياتها.